ازاي 3 دول خططوا لوقوع دولة اخرى؟ مين هم ال3 دول؟ 3 دول مفكرين نفسهم ان هم كانوا في وقتهم اقوى 3 دول في العالم، والكلام ده كان عكس التوقعات تماما. ازاي 3 دول كانوا قاعدين في احد المدن الفرنسية 26 يوليو عام 1956 في منطقة سيفر الفرنسية؟ هذا المنطقة اللي كانت فيها العديد والعديد من الحاجات اللي حصلت. 3 دول قاعدين على طاولة واحدة، مش بيلعبوا شطرنج، لكن دي دول بتخطط هجوم عسكري ضخم جدا على دولة واحدة ساعتها ما كانتش أحسن حاجة، وهي جمهورية مصر العربية. بس احنا كان عندنا رئيس، قصدي احنا مصر عدت عليها رؤساء ياما، وكل رئيس بيجي يسيب علامة للي قبله. مين هو؟ رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، الذي جنن 3 دول: انجلترا، اسرائيل، فرنسا. لماذا جننهم؟ لأن هو قام بإعلان تأميم شركة قناة السويس 26 يوليو عام 1956. العالم كله كان نايم، صحيوا لقوا إيه؟ جمال عبد الناصر يعلن تأميم شركة قناة السويس، شركة مساهمة مصرية، سنة 26 يوليو عام 1956. اسرائيل عاوزه تعمل مع مصر كده دلوقتي، بس احنا نفهم من ايه؟ خليك قارئ للتاريخ وافهم اللي انا بقوله لك. لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان هي اصلا قناه السويس كانت تحت شراكه فرنسيه انجليزيه عن طريق رجل اسمه ديلي سيبس، اللي هو المهندس الفرنسي ساعة الاحتلال البريطاني اللي كان ماسك القناة. ولو انت قارئ للتاريخ ارجع ورا هتلاقي بكلمك عن كفاح الثورة العرابية بتاعة القائد أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق والاحتلال البريطاني عام 1882. الفكرة دي كانت بتكمل الفكرة دي. فانا لما اعمل كده واعلن تاميم شركه قناه السويس، فانا كده بضرب في اقتصاد انجلترا وبضرب في اقتصاد فرنسا، لان قناه السويس هي اللي كانت مسؤوله عن نقل البترول الى بلاد الغرب. يعني كانت بتفيد مين اكتر؟ بتفيد انجلترا وبتفيد فرنسا. بدل ما جمال عبد الناصر بقى يعمل تأميم شركة قناة السويس عام 1956، فكده انت بتضربهم في اقتصادهم. هم هيسكتوا؟ هنشوف دلوقتي. بس في سبب تاني، لماذا فرنسا كانت غضبانة من جمال عبد الناصر؟ لأن الشعب المصري كان بيدعم الثوار الجزائريين، وفي هذه الفترة فرنسا كانت محتلة الجزائر، ولكن الجزائر كان عندها شباب مميتة عاوزة تحافظ على بلدها، زي واحد اسمه عبد القادر الجزائري وناس كتير. عشان كده فرنسا كانت زعلانة من مصر وجمال عبد الناصر عشان الشعب المصري بيدعم الثوار الجزائريين. لماذا انجلترا برضو بتزعل من جمال عبد الناصر؟ لان جمال عبد الناصر ضربهم في اقتصادهم، وكمان اعلن تأميم شركة قناة السويس سنة 1956. لماذا اسرائيل بقى زعلانة من اللي بيحصل مصر بتعمله ليها؟ لان احنا اصلا لو انت زي ما انت عارف اعلان قيام دولة اسرائيل كان عام 1948. كان قبليها وعد مهم جدا اسمه وعد بلفور عام 1917. اسرائيل كانت زعلانة من مصر وزعلانة من الاتحاد الدولي وزعلانة من حاجة تانية مهمة جدا غير مصر، زعلانة من الشعب المصري اللي هو كان بيدعم الحركة الفلسطينية. إن ذلك هناك كانوا هم أصلا مفكرين إسرائيل إن هم شعب الله المختار، وكان عايزين يبنوا وطن قومي لهم في فلسطين. فمصر ما سكتتش، فاحنا عرفنا نرجع أرض سيناء وعرفنا نسترد طوبة مرة أخرى. دخلتك في فرعيات، بس انا برضو عايز اعرفك ان جمال عبد الناصر كان عنده هدف. اصلا فرنسا وانجلترا ما خدوش بالهم منه. ايه هو الهدف؟ دلوقتي الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي امتنعوا عن تمويل السد العالي، مفيش فلوس في مصر. جمال عبد الناصر فكر وكان بيلعب بقى الشطرنج عليهم، قال وانا ليه ما استفادش من قناة السويس؟ واعلن تأميمها بانها شركة مساهمة مصرية، ومحدش يعرف يعمل زينا، عشان اللي يعمل زينا هنقول له عمنا. لان قناة السويس كانت مفيدة في الحاجات اللي احنا بنعملها. فخد بالك من حاجة مهمة جدا، قناة السويس هي الداعم والتمويل الوحيد للسد العالي الذي أنشأ عام 1971. عشان كده جمال عبد الناصر استفاد من إيه؟ استفاد من تأميم شركة قناة السويس. ولما يجي يستفاد منها يبقى هو واخد باله من الحاجات اللي أنا كنت بقول لك عليها دي، إن هو عايز يمول السد العالي عشان يعمله على أحسن وجه. طبعا السد العالي انت عارف اللي احنا عليه مشاكل دلوقتي،
بس ما حدش يقدر يعمل زينا. ليه؟ لان احنا العمود الفقري لجميع جيوش الامم العربيه. انا عندي رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي، وعندي جمهوريه مصر العربيه. الاجتماع السري الذي حصل في مدينة سيفر لقيام العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 بين 3 دول: دولة إسرائيل اللي هم مفكرين نفسهم دولة أصلا هم مش دولة ولا بربع جنيه فكة، ودولة إنجلترا، ودولة فرنسا. ال3 دول دول اجتمعوا اللي هم يعملوا عدوان ثلاثي على مصر. قال إسرائيل هتخش من عن طريق مين؟ من عن طريق القناة، ومصر هتخش برضه، فالاتنين يدبوا في بعض، فمين يخش؟ قوات فصل انجلترا وفرنسا، وبعد كده يقدروا يسيطروا على مين؟ يقدروا يسيطروا على سيناء، ويقدروا يسيطروا على قناة السويس. اسرائيل برضو بتفكر تضرب مصر دلوقتي في القناة تاني، واي دولة تخش كقوات فصل عشان تسيطر على مين؟ تسيطر على القناة وسيناء. بس مين اللي هيخش؟ انجلترا وفرنسا؟ لا، اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية. انا ليه هدفي اعمل الحلقة دي؟ لان دي توعية للناس باللي ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس انا جاي اعرفك خليك انت رجل فريد من نوعك، خليك قارئ للتاريخ. زي ما انا قلت لك امبارح، احنا بنغير العالم. ليه؟ عشان احنا بنقرا واحنا بنفهم. عندنا سلاح جامد قوي. العدوان الثلاثي ابتدى، الطيارات اشتغلت، وده 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 وده، بس العدوان الثلاثي فشل. ليه؟ لان انا مش انجلترا بتحارب بسلاحها، وده بيحارب بجيش، وده بيحارب بطياراته. ما عملوش حساب الكابوس الاسود اللي كان مستنيهم هناك. شعب بورسعيد، شعب بورسعيد، دولة بورسعيد عندها نضال مسلح في شعبها ما حدش يتخيله قبل كده. الدولة اللي كانت بتحارب بدمها، مش بتحارب بسلاحها. بتحارب بايه؟ بدمها مش بسلاحها. فخد بالك من حاجة عشان عايز اوصلها لك. شعب مصر، جيش مصر، ما حدش يقدر عليهم لان هم عارفين بيعملوا ايه. ولو انت وصلت نهاية الحلقة، ما تنساش اللايك والاشتراك، وخليك مميز وتابع العبقري.